السلام عليكم، ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ انا منى ودي قناه منمن احمد. لو انتي اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه، وكمان تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ده تالت فيديو من فيديوهات المشتريات لحاجات الجهاز بتاعي بالنسبه للميك اب وكده. فدي كلها حاجات بتخص العيون. انا حبيت ان انا يعني احطها لكم في فيديو واحد، وباذن الله مش هطول عليكم. اول حاجه اشتريتها هي العدسات دي من فريش لوك. دي العدسات اللي هي بيكون حجمها صغير، مش اللي بيكون حجمها كبير. خلي بالكم في عدسات دلوقتي طلعت اللي هي بيبقى حجمها كبير قوي على العين، بتبقى وحشة جدا، جربتها تعبتني. لا، دي اللي بتبقى حجمها صغير عجبتني موت. طبعا في حاجات تانية بأسعار تانية. دي كانت سعرها عامل 40 جنيه. في حاجات بتبقى اعلى من كده بكتير جدا، ب200 وب400 وحاجات كده، بس هي دي اللي لقيتها متوفره. وانا عشان بصراحه مش بلبس عدسات كتير، فانا مش هجيب يعني وادفع في حاجه غاليه وانا حاجه مش بلبسها. انا قلت حاجه بس لما احب اغير اللوك بتاعي، او كنوع من التغيير بس مش اكتر، وانا اصلا عيني تعباني فمش بلبس الحاجات دي كتير. المهم ان انا اشتريت منها الرمادي والزرقاء. دي الرمادي ودي الزرقاء. اشتريت منهم الاتنين دول بيبقوا حلوين فيا اللونين دول. طبعا وشاريه لهم محلول، مش اللي هو بيبقى معاهم ابو 10 جنيه ولا ابو 20 جنيه. لا، انا بشتري محلول. اهم حاجه المحلول ان هو بيحافظ لك على عينك، بيحافظ طبعا على العدسه، يكون محلول نوعه كويس. اشتريت كمان المستاكه بتاعه الرموش دي، هو عامل زي الملقاط كده يا بنات. اهو. ده كان عامل 3 جنيه ونص، اشتريته من اخر العنقود. وده يعني بصوا اهو، حتى هو مكتوب عليه السعر 3 جنيه ونص، مش غالي يعني. تمام. اشتريت رموش. الرموش دي نوعها مش غالي، نوعها رخيص. دي اردل، طبعا كلنا عارفينها، هي رموشها رموش طبيعي. اشتريت منها واحدة، وكانت اخر واحدة عنده. ما لقيتش تاني يعني. فانا جبت واحدة وقلت باذن الله لما احتاجها هجيب تاني، وقلت اجيب واحدة هي دي اللي جبتها، قلت اجربها. بس يا بنات، فاول ما عجبتني نزلت واشتريت منها 4 كمان. اشتريت، هما بيبقوا بارقام كده زي ما انتوا شايفين، بيبقوا مترقمين. الارقام بتختلف في شكل الرموش نفسها، فانا جبت الباقي خفيف بقى. اهو. جبت دول زي بعض، عجبني قوي الشكل ده. وجبت دي كمان برضو حلوة، يعني هي كلها خفيف مش تقيلة زي دي، مع ان دي عجبتني جدا. ودي، واشتريت كمان مكتوب عليها ماك، دي عجبتني. وطبعا ارض، لانها يعني هو ده طبعا الشعر بتاعها بلاستيك، وارض الشعر بتاعها طبيعي. فانا عجبني برضو دي، وعجبتني ارض طبعا انا بحبها. انا استخدمتها مرة قبل كده وعجبتني بصراحة، وكنت عايزة اشتري منها حوالي كمان 2. الرموش بتتركب اكتر من مرة على فكرة، مش مرة واحدة. بس ما لقيتش عنده غير واحدة، وقلت بقى انا هستخدم دول، ولو عوزت بقى تاني هبقى اجيب باذن الله، يعني ما فيش اي مشكلة، كده كده الحاجة مش هتطير. المهم، انا استخدمت دي، عجبتني جدا يا بنات. هي سعرها رخيص بس شكلها عجبني يعني، شكلها عليا عجبني. غير ان انا قلت لكم ان بالنسبه لي انا ممكن ما تناسبش حد تاني. بالنسبه لي انا مش من نوع ان انا بحط ميك اب كتير. لا، انا الميك اب بتاعي بيبقى خفيف خالص، فالرموش والكلام ده هيبقى في البيت برضو، مش هيبقى بره. ان انا عايزه اغير اللوك بتاعي، انا بحب التغيير، فيبقى طبعا وبيدي سحر للعيون. الرموش بتدي سحر للعيون حلو جدا. اشتريت كمان البرايه دي برايه فيها عين صغيره وعين كبيره، علشان الارواج اللي انا وريتها لكم قبل كده. الاقلام، في اقلام اللي هي بتبقى كبيره واقلام صغيره، دي تنفع تبريهم. حلوة برضو. اشتريت ده بقى اللزق بتاع الرموش ده من هدى بيوتي، تحفة يا بنات. اللزق ده حلو جدا اهو. طبعا هو بيجي معاها لزق درمي ملناش دعوة بيه. هدى بيوتي ده حلوة، وحاجة هدى بيوتي انا بحبها. اللزق بتاع الرموش ده منها حلو، كان سعره عامل 25 او 30 في الحدود دي. واشتريت برضو اللزق بتاع مورفي ده، بس انا لسه مجربتوش، لسه جايباه النهارده. انا يدوبك فتحت بس شفت الانبوبه بتاعته، هو مقفول لسه ما فتحتوش. بس حلوه يعني، برضو شكله حلو، واتمنى ان هو يكون جودته حلوه. بس ده كان رخيص بقى، كان عامل 6 جنيه او 7 جنيه في الحدود دي يعني، كان رخيص قوي. فوده طبعا بيوتي غالي،
فانا مش عارفه ده هيبقى جودته ايه بالظبط، بس تمام يعني مفيش مشكله. بس هي كان حاجات بسيطه خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم وان انتوا تكونوا استفدتوا. عايزه اقولك لو انتي مالكيش قوي في الرموش ومالكيش في الرموش دي طبعا مش اساسيه، بس عايزه اقولك ان هي بتدي شكل جميل جدا جدا للعيون، فانصحك تجيبيها. حتى لو هتجيبي الرخيصه دي مفيش اي مشكله، وتعلمي ان انتي تحطيها. هي سهله جدا، انتي بتحطي الصمغ عليها وتسيبيها تنشف حوالي كام ثانيه كده او دقيقه يعني، وتقومي حطاها تمسكيها من النص وتقومي حطاها على نص الرمش بتاعك، وتقومي لازقاها من اليمين ولازقاها من الشمال، وهتلاقيها ظبطت معاكي جدا. مره في مره ايدك هتتعود عليها، وبعد كده بترفعيها بالمسكرة عشان تدمجي الرموش بتاعتك مع الرموش اللي انتي مركباها، وتبان طبيعية وتبان شكلها حلو. بتدي فعلا جمال جدا، يعني جمال للعيون، وبتديها شكل تاني خالص. والعدسات برضو لو انتي مالكيش قوي في لبس العدسات فما تجيبيش حاجة غالية. فريش لوك دي حلوة وسعرها 40 جنيه. وهاتي اللي هي الصغيرة، ما تجيبيش اللي هي العدسة بتاعتها كبيرة عشان ما تتعبكيش. بس كده يا بنات. وطبعا الرموش بتاعت ارضل دي حلوة جدا، البنات اللي عايزة تجيبها انصحها بيها، وكان سعرها عامل 25 جنيه. بس كده يا بنات، عشان ما اطولش عليكم، معلش ان انا رغيت كتير، بس انا بحاول اوصل لكم كل المعلومات على قد ما بقدر. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش كمان يا بنات تتابعوني على الفيسبوك وعلى الانستجرام، هتلاقوا مواضيع كتير حلوه هتعجبكم. وتشتركوا في قناه بتاعتي التانية بتاعت وصفات وخلطات منمن، باذن الله هبتدي انزل فيها حاجات. بس معلش والله غصب عني اني انا تعبانه، معلش ان صوتي ابتدى يروح عشان انا معلش شويه شكلي داخل عليا برد يعني. بس كده يا بنات. وما تنسوش اهم حاجه لايك للفيديو، شيروا الفيديو لو في اي بنات ممكن تستفيد، زي عرايس بتجهز او اي حد من صحابك بيحب الحاجات دي، فشيروا الفيديو وهكون شاكره ليكي جدا. وما تنسوش تسيبوا لي تعليق تحت الفيديو علشان خاطر تقولوا لي رايكم ايه في الفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه يا حبايب قلبي.